ما كانش ينفع ان انا اتردد اصلا، ولا ينفع ان انا اقول اي حاجه ولا اقول اي شروط. يعني الحاجات دي ما ينفعش اتردد فيها. والنادي الاهلي فضله عليا ونادي كبير، وانا من صغري وانا بحلم ان انا ابقى في الاهلي، فحققت حلمي، فمش هيجي اليوم اللي انا اتشرط على النادي يعني. فعشان كده وافقت فورا يعني على طول. مش عندي شروط في النادي الاهلي ومش عايز اتشرط ومش هعمل كده طبعا طول حياتي، مش هعمل كده، لان شرف كبير ليا اصلا ان انا اكون موجود في النادي الاهلي، ان انا يكون ليا تاريخ واسم في النادي الاهلي. دي حاجه هتفضل مدى الحياه. فان انا امضي على بياض والكلام ده كله، ده امر انا شايفه من وجهه نظر انا يعني كقفشه، ان انا شايف ان انا المفروض كنت اعمل كده. يعني انا من الناس اللي بشيل الجميل جدا، ومن الناس اللي انا راجل عندي اصل وعندي تربيه، فبحب الحاجات دي جدا. ان واحد في يوم من الايام او جماهير تهتف باسمي في المدرجات او في اي مكان ويكتبوا عليها حلو، انا دي بفضل اشيلها مدى الحياه، وبشيلها جميل مدى الحياه، سواء في حاجات حلوه او حاجات وحشه. عمري ما هعمل رد فعل ضدهم، ولا عمري هعمل حاجه وحشه ضدهم. دايما عايزهم مبسوطين. وانا بحب جماهير الاهلي عشان هم ناس مخلصه وناس بتحب النادي وبتحبني انا كقفشه شخصيا، فانا بحترمهم جدا وبحبهم، وبقول لهم انا مكمل معاكم ومش هقدر اسيبكم. طبعا النادي الاهلي طبعا اخترته من زمان، لان النادي الاهلي شرف لاي حد بيلعب فيه. النادي الاهلي يعني انت بتعمل تاريخ يعني. والله طبعا يعني الحاجه قالت لي يا ابني ما تبصش للفلوس، انت كده كده احنا ما اصلا ما بصيناش للفلوس في الاول، فمش هنيجي نبص دلوقتي، فما حدش يطمعك. بس فالاهلي حتى لو اقل بكتير كمل في النادي الاهلي. الاهلي عمل حاجات كتير لحسين، فنكمل زي ما احنا. مفيش اي شروط. النادي الاهلي ما حدش بيتشرط عليه. النادي الاهلي انت بتيجي تمضي وبتمشي، مفيش حد بيتشرط على النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه. بس النادي الاهلي لو كان قال لي امشي كنت خلاص همشي. لا، هي الأولوية للنادي الأهلي، ولو كان عندي تردد ما كنتش نمضي التجديد بتاعي مع النادي الأهلي، كنت نربح الوقت. لكن أنا مرتاح في النادي الأهلي، عندي شعور كبير تجاه النادي وجماهيره، وعلى ذلك أنا موجود لهنا وفرحان إني نكون موجود وسط العائلة الكبيرة هذه كالنادي الأهلي. يعني الحمد لله حب الناس ممكن يعوضك على كنوز الدنيا الكل. الحمد لله أنا لاقي حب كبير واحترام كبير من جماهير النادي الأهلي ومن الإدارة واللاعبين. يعني موضوع إنه الناس تعتبرني ابن من أبناء النادي حاجة تشرفني وحاجة تزيدني شعور ممتاز اللي يخليني نقدم الإضافة للنادي ونقدم كل ما وسع للنادي، ونلمس الشيء هذا في الشارع كي نخرج مع أي مكان. الحمد لله كما قلت لك مع محبة الناس والاحترام عمره ما يتقدر بالفلوس. يعني الكلام اللي يقوله جماهير النادي الأهلي إني نكمل نختم مسيرتي في النادي وإني نكون موجود ككادر بعد في النادي حاجة ما تشرفني، وهذا وسام نخليه على صدري. وإن شاء الله يا رب نكون عند حسن الظن ونقدم الإضافة للفريق توا في الوقت الحالي. طول ما أنا على أرضية الميدان نحاولوا ديما نخليه النادي الأهلي هو رقم واحد. كل ما أجي أتكلم على قصة يعني وصولي للنادي الاهلي او التحاقي بالنادي الاهلي، تحس ان انا ببقى مبسوط. قصه حب، لان انت كنت حققت حلم بالنسبه لك، حلم كبير. الاول خالص كان مفيش الاهلي، كان في الزمالك. رحت قعدت مع مسؤولي نادي الزمالك مرتين، فانا قلت لهم تاني يوم، انا قلت لهم انا صليت استخاره ومش مرتاح ومش خلاص. انا قال لي ليه ومش ليه، قلت له لا خلاص ومشيت. وما كانش في كلام في النادي الاهلي. فجاله بقى تليفون الكابتن الخطيب. كابتن الخطيب كان عنده فرح في مصر الجديده وبتاع، فقابلناه واتفقنا معاه ومضيت على بياض ومضيت على العربيه بتاعه البي ام ورا. وساعتها هو ادالي شيك من حسابه الشخصي، قال لي ده مقدم العقد، واحنا هنخلص الامور مع النادي سواء في يناير او في نهايه الموسم بعد كده. الشيك ده احتفظت بيه 3-4 شهور ما صرفتوش. هو كلمني قال لي يا ابني انت ما صرفتش الشيك ليه؟ قلت له يا كابتن انا محتفظ بيه. قال لي صوره.